من الطواجن اللي مهدور حقها، وكتير مننا ما بيفكرش يعملها او بيحس ان هي ما تطلعش كويسه. طاجن لسان عصفور بالكبد والقوانص. النهارده هنعمله مع بعض بطريقه هتخليكي تدمنيه، وهتعمليها من وقت للتاني، وهديكي كده يعني تتبيله وتشكيله شويه خضار مع الكبد والقوانص، هيديكي طعم يخليه في حته تانية خالص. هنبدأ مع بعض ونقول بسم الله. أنا عندي معلقة سمنة، حطيت عليها شوية زيت، يعني كمية كويسة من الدهون، على طاسة، واسيبهم يسخنوا كويس قوي. أهم حاجة الطاسة تسخن والمادة الدهنية تسخن. وهنزل بالكبد اللي مقطعاها مكعبات واكون غسلاها كويس، واشوحها لغاية ما توصل للدرجة دي. لما تنزل ميتها هسيبها لغاية ما تشرب ميتها وتتشوح خالص. وبعد كده هنزل ببصلاية كبيرة متقطعة مكعبات، وابدأ بقى اشوح البصلاية مع الكبد والقوانص. خلاص. هنا بقى ممكن اضيف شوية توابل، زي عندي حبهان ومستكة وورق لورا مطحونين مع بعض عشان طبعا الزفارة، ومعلقة فلفل اسود، وكمان عندي شوية كزبرة وكيبة صيني، ولو عندك جوز الطيب يبقى حلو قوي. هنا بقى بحب شوية أحط حبة من القرفة، بتبقى طعمها خطير وبتديها نكهة حلوة أوي. هقلب ده كله مع بعضه، وخلينا فاكرين إن أنا محطتش لسه الملح. أنا هحط الملح لما أحط كل الخضار. قلبت كده البصلاية لغاية ما تبدأ إن هي تدبل شوية، وهنزل بالفلفل الرومي المقطع، وممكن أحط كمان معاه قرن فلفل حراق. وبعد كده الجزر المبشور، ودي جزراية مبشورة، وهبدأ أقلب كله مع بعضه كده. وهنا بقى هضيف الملح علشان الخضار ده يبدأ ينزل المية بتاعته ويستوي ويدبل معايا شوية. والملح بضيفه على قد الخضار والكبد والقوانص، وكمان نسبة اللسان العصفور اللي هحطها معاه، يعني بحط الملح مرة واحدة. خلاص. هقلب ده كله على بعضه كده. وهنا هبدأ إن أنا أسيبهم شوية كده اهوت قبل ما أضيف الإضافة الأخيرة، وهي عندي طماطماية متقطعة مكعبات وهنزلها عليها. جميل كده. كل ده بقى هضيفه مع بعضه زي ما احنا شايفين، الخضار ريحته وشكله يجنن. هقلبه كده زي ما احنا شايفين، واسيبه على النار شوية لغاية ما اشوف بقى اللسان العصفور بتاعنا عملنا فيه ايه. هسيبه كده لغاية ما يهدى ويبدأ ينزل المية اللي فيه، وانا هساعده بشوية مية بس مش دلوقتي. هنا بقى لسان عصفور انا حمرته في نسبة كويسة من الزيت او السمنة على حسب ما تحبي، وبعد كده صفيته في مصفى عشان انزل كل الدهون اللي فيها. ليه؟ لان انا حاطة كمية كويسة قوي من الدهون في البداية لما جيت اشوح الكبد والقوانص. هنا خلاص انا نزلت كل الدهون اللي فيها، وده مهم جدا عشان متبقاش تقيلة. هنا بقى هاجي اضيف السوائل بتاعتي على طاجن او الكبد والقوانص بالخضار. عندك شوربة يبقى جميل قوي، ما عندكيش شوربة يبقى مية عادية جدا. وهنا كده كده انا عندي كبد القوانص هتدي طعم حلو قوي للسان عصفور، فهضيف مية عادية جدا او شوربة على حسب المتوفر عندك. انا هنا ضفت كوبايتين مية، وهسيبهم كده يبدأوا يعني الخليط يتجانس مع بعضه، ويبدأ زي ما بيقولوا بيشقشقوا شوية. احطهم على النار. في الوقت ده بقى ابدا اجيب الطاجن بتاعي واظبط الطاجن بتاعي اللي انا هضيفه، يا اما طاجن بايركس اللي متواجد عندك. انا بحب دايما الشكل التقليدي للطاجن. هجيب بقى هنا اللسان عصفور وهضيفه في قاع الطاجن زي ما انتم شايفينه كده، وهسويه. شايفين شكله عامل زي الدهب كده جميل، لونه حلو قوي، ده اللون اللي احنا عاوزينه في التحمير. احمره لما يوصل للون ده، وبعدين اصفيه من السمن او الزيت اللي انا حمرت فيه. وهنزل طبعا على لسان عصفور بكل كمية الخضار والكبد والقوانص، وكمان السوائل الموجودة فيه. والسائل ده او المية دي هي اللي هتسوي لي اللسان عصفور. وبحط السائل على قد الكمية، يعني انا عندي كوباية، يعني كوبايتين من لسان عصفور، حطيت عليهم كوبايتين مية، الى جانب انا عارفة ان الخضار هينزل شوية من المية كمان. واساوي كده واطمن ان كله بقى مظبوط. وهنا بقى ابدا ان انا اغطيه بورق فويل. مهم جدا الفرن يكون شغال قبل ما ادخل الطاجن الفرن، ودي هتساعد على التسويه، وهتساعد كمان ان هي ايه،
تستوي تبقى كويسة ومفلفلة. هغطي الطاجن بتاعي بورق فويل وهدخله على فرن سخن من فوق ومن تحت لغاية ما يستوي تماما. وأول ما يستوي معايا هيطلع معايا بالشكل ده جميل. واغرفي بقى وشم الروايح والتوابل اللي انت يعني مش هتقدري تقاوميها. وبألف هنا وشفا، هيعجبك 1000000%. أنا حقيقي من وقت للتاني لازم أعمل الطاجن ده، أجمع الكبد والقوانص وأعمل أحلى طاجن كبد وقوانص. يلا جربيه وقولي رأيك فيه، وباي باي.